وبيبدأ فيلمنا في المكسيك مع براينت، واللي بتحس من شكله انه مش شخص عادي لانه طول بعرض بعضلات، وبيفضل يجري ويتمرن على حركات قتالية كل يوم. وبنشوف شاب مراهق بيتفرج عليه من بعيد وبيفضل يعمل زي ما هو بيعمل ويقلد حركاته، ولما بيجي وقت المدرسة بتاعته بيمشي بسرعة علشان يتأخر، وبيدخل فصل والمدرسة بتنده على الغياب، واللي بنعرف ان اسمه اوسكار. وبعد انتهاء اليوم الدراسي بيخرج اوسكار من المدرسة وبيلاقي ان في عصابة مستنياه، وبياخد باله منهم وبيجري وعلى طول بيستخبى ورا عربية، وبيكون براينت موجود في نفس الوقت وبياخد باله من اللي حصل. وبيروح اوسكار على البيت وجارته بتديله فلوس وبتعطف عليه علشان يصرف على اخواته لان باباه ومامته متوفين واخوه الكبير دخل السجن. وبيحضنها اوسكار وبيمشي، وبعد ما بيروح العصابة بتروح وراه على البيت وبيدخل واحد منهم وبيهدده بالسلاح، واوسكار بيعتذر له فبيقول له لولا ان اخوك كان واحد من العصابه كنت عملت منك شاورما، وبياخد منه فلوس وبيمشي. تاني يوم الصبح بيروح اوسكار علشان يتمرن تاني، وهو بيشوف الحركات اللي بيعملها براينت، وفجاه بيبص مش بيلاقي براينت، وبيظهر من وراه وبيقول له تعالى انا هضربك معايا، وبياخده يدربه وبيجروا مع بعض كل يوم الصبح. وبراينت علمه حركات يدافع بيها عن نفسه من العصابه اللي بتطارده كل يوم. وفي يوم وهو بيتدرب مع براينت بتيجي العصابه وبيكون معاهم هيكتور، واللي بيكون اخو اوسكار، وبيفرح قوي وبيحضنه وبيساله مين الشخص ده. فاوسكار بيقول له انه بيساعدني اتعلم فنون قتاليه، ولكن هيكتور مش بيكون مصدق وبيقول له انه شاكك انه ظابط لانه باين على شكله قوي. فاوسكار بيقول له انه مجرد شخص عادي بس هو شاطر في الفنون القتاليه. وفي يوم بيروح اوسكار نادي علشان يتعلم الفنون القتاليه، فبيتقابل بنت جميله قوي وبيكون اسمها ماريا، وبترفض انه يتدرب لانه تحت السن القانوني، وبتقول له انه لازم يجيب ولي امره ويوقع على دخوله النادي. فبيقول لها انه هيجيب اخوه الكبير وهيجي تاني. وبيروح اوسكار يسهر مع اخوه هيكتور، وبتكون السهره عباره عن بنات وشرب وقمار. فاوسكار ما بيحبش الوضع وبيطلب من اخوه انه يمشي، فبيقول له يستنى علشان يروح معاه يراهن في حاجه اسمها القتال السري. فالموضوع بيلفت انتباه اوسكار جدا وبيوافق وبيروح معاه. وهناك بيكون في حلبه وجمهور كبير قوي بيشجع مقاتل شرس جدا واللي بيكون اسمه المجمع، وبيكون على الحلبه وبيكون عنيف جدا ومحدش بيقدر يهزمه ولا يقف قصاده، وكان عمال يفوز ويكتسح اي حد ينافسه. وبعدها الحكم بينده وبيقول في حد عايز يضحي بنفسه ويلعب البطل، وعمك اوسكار بيرفع ايده وبيراهن على فوزه. واخوه بيكون مظلوم جدا، وحتى الحكم بيبص على شكله وبيقول له يا ابني انت متاكد من اللي هتعمله ده؟ وبيبدا المباراه وبيلعبوا اوسكار بطريقه براينت، وبيتصدى الضربات بتاعته وبيسددوا ضربات قويه جدا واللي ما بيقومش منها، وبينتصر اوسكار. والناس كلها بتكون بتصور وبتهتف ومش مصدقين اللي حصل. وبياخد اوسكار الفلوس واخوه وبيمشوا. وبسبب الفيديو بتاع اوسكار واللي بتظهر فيه وضعيه براينت في القتال، في شخص بيكون موجود في السجن وبيكون تاجر مخدرات محترف، واللي بيجي له المحامي بتاعه وبيوري له الفيديو اللي بيكون فيها تحركات براينت، واللي بنعرف بعد كده انه بيكون هو السبب في وجود سوني في السجن. وبيطلب منهم ان هم يلاقوا براينت في اسرع وقت ويخلصوا عليه. وفي نفس الوقت ده هيكتور ورجالته بيروح عند براينت وبيطلب منه انه يعلم اخوه القتال حتى لو باجر مادي، لكن براينت بيتضايق جدا من اوسكار علشان جاب العصابه دي وجه على هنا. وهيكتور بيروح ناحيه عربيه براينت وبيحاول يشيل الغطا من عليها، ولكن هيكتور بيطلع مسدسه وبيهدد براينت. فبراينت في نفس الثانيه بيطلع مسدسه وبيطلب منه انه ينزل مسدسه وياخد اخوه ويمشي، وانه ما يجيش هنا تاني. وبعدها اوسكار بيعتذر له وبيمشي. وبعدها هيكتور واوسكار بيروحوا يسجلوا في النادي الرياضي، وماريا بتقول له ان الفيديو بتاعه مكسر الدنيا وانه بيلعب حلو قوي لدرجه ان الناس سموه بروسلي الصغير. وفي الوقت ده بيدخل التوأمان جوزمان الموكلين بقتل براينت، واللي بيدوروا على اوسكار، وبالصدفه ان هم لقوه في المكان اللي سالوا عليه، وبيقولوا له عايزينك تلعب تبع النادي بتاعنا. وبيكون والد ماريا موجود وسامعهم، فبيسالهم هم تبع انهي نادي وانه يعرف كل النوادي اللي في المكان. فبيقولوا له ان هم من امريكا مش من هنا. فبيقول لهم كويس قوي، انا كمان من امريكا، انتوا تبع اي نادي؟ فبيقولوا له بصراحه احنا مش تبع اي نادي معين، احنا كنا جايين نسال عن شخص اسمه براينت. فهيكتور بيقول لهم ان هو ما يعرفش اي حد بالاسم ده، وبيطلب منهم ان هم يمشوا. وبيقول لاوسكار ان دول قتله مأجورين، وبيفهم اوسكار ان حياه براينت في خطر وبيروح بسرعه علشان يحذروه. وبياخد اوسكار ماريا معاه علشان يوافق براينت انه يتكلم معاه، وبيقول له ان هو عايز يكلمه في حاجه مهمه جدا، فبيوافق. فعلى طول بيقول لاوسكار على اللي حصل وعلى الناس اللي بتدور عليه، وعرف براينت ان دول تبع سوني تاجر مخدرات اللي بيدور عليه. وبيطلب منهم ان هم يدخلوا جوه بسرعه لانهم اكيد مش وراهم وهم جايين. وبيقول له هيكتور انه يدخل بسرعه هو ورجالته، ومش بيلحق يكمل كلامه، وبيحصل ضرب نار ورجاله هيكتور بيموتوا كلهم. ودخلوا كلهم جوه البيت، وبراينت طمنهم ان البيت مصنوع من الفولاذ المضاد للرصاص. وهنا هيكتور بيقول لبراينت ان انا كده اتاكدت انك ظابط، قول لي بقى انت متورط مع الناس دول في ايه؟ فبراينت بيعترف لهم انه فعلا كان ظابط في قسم شرطه مكافحه المخدرات في لوس انجلوس،
وانه كان السبب في القبض على سوني تاجر المخدرات المحترف، وانه طول الوقت ده كان بيهرب منهم علشان عايزين يقتلوه. فما عرفش هم عرفوا مكان ازاي. فماريا بتقول له اكيد الفيديو بتاع قتال اوسكار لانه مكسر الدنيا على اليوتيوب. فبيتسحب براينت وبيخرج من البيت وبيقتل واحد من التوأمين. وبعد شويه اخوه التاني بييجوا معاه جيركن بنزين علشان يولع في بيت براينت. فبيخرج له براينت وبيقول له انه قتل اخوه ودلوقتي جه دوره علشان يقتله. وبينزلوا عجن في بعض وبينتهي القتال ان براينت بيرش بنزين عليه وبيهدده انه لو ما قالوش مين اللي بعته هيموته. فالغبي بيضحي بنفسه وبيولع هو في نفسه علشان ما يقولش مين زعيمه. وبيدخل براينت وبيطلب منهم ان هم يمشوا بسرعه لان العصابه اكيد هيبعتوا حد يدور على التوأمين بسبب غيابهم، وانهم المره دي هيبعتوا عدد كبير جدا، وانه هيتخلص من الجثث بسرعه قبل ما حد يجي. وبياخدهم اوضه النوم وبيرفع السرير وبنلاقي ان في ممر سري تحت السرير. وبيقول لهم انه لما هرب لقى الانفاق دي فقرر انه يبني بيته هنا، وانه اللي اجر القتله دول هو سوني، وانه كان نقيب سابق وشغال في تجاره المخدرات والاسلحه وتهريب البشر، وكان طول الوقت بيرش الناس علشان يداري على الفساد بتاعه. ولكن براينت هو اللي كشفه وفضحه وخلاهم يقبضوا عليه، واتحكم على سوني بالسجن المؤبد. وانه هرب لانه حاول يأذوا اقرب الناس ليه وخطف خطيبته، بس هو انقذها وقرر يمشي علشان ما يأذيش حد تاني. وبعدها بيودع اوسكار، وفعلا بيجي الليل وبيبعتوا عدد كبير جدا لبيت براينت وبيفضلوا يضربوا النار، وبراينت بيخرج يضرب عليهم النار وبيدخل تاني. وبعدها بيرش عليهم رشاشات معموله من مواد كاويه وبيقضي على عدد كبير منهم. وبعدها بيخرج لهم وبيجروا زي الفراخ على عربيتهم. وبيروح محامي سوني يبلغه باللي حصل، وانه كل ما يبعت حد لبراينت بيقتله، وان مفيش حد قادر عليه. فبيهددوا انه لو ما قتلش براينت في اسرع وقت هيقضي على عيلته كلها لان براينت بيهدد تجارته. ورجاله سوني بيعملوا لهيكتور فخ وبيهددوه وبيسالوا عن براينت. فبيقولوا انه ما يعرفش عنه حاجه غير انه كان ضابط سابق وانه ضرب اخوه على القتال، وانه كان يوم اسود يوم ما شافه. لكنهم مش بيصدقوه وبيخطفوه وبيودوه غابه وبيربطوه، وبيطلب واحد من رجالته انه يخلص عليه. وقبل ما حد بيلمسه بتيجي طلقه في راس الشخص ده وبيموت. وبتكون الطلقه طبعا من مسدس براينت، واللي بيسلم على شخص اسمه ايزار وبيطلب منه انه يرمي سلاحه ويسيب هيكتور. فبيرفض وبيعمل فيها شبح. فبراينت بيقتله هو ورجالته وبينقذ هيكتور. وفي الوقت ده بيروح اوسكار وماريا عند براينت علشان يطمن عليه، لكنهم مش بيلاقوه. وفجاه بيهجم عليهم ناس مقنعين، ولكن اوسكار بيكون جامد جدا وبيضربهم واحد ورا التاني، ولكن في واحد منهم بيقاتله بنفس اسلوب براينت وبيكونوا في نفس المستوى تقريبا، ولكن اوسكار بيتغلب عليه. فبيقلع القناع بسرعه وبيقول له انه كان صاحب براينت وانه علمه اسلوب القتال ده. وساله لو براينت كويس، فقال له انه ما يعرفش عنه حاجه، وقال له انه لازم يعرف مكان براينت علشان حياته في خطر، واننا لازم نحط ايدينا في ايد بعض علشان نحميه، وان براينت انقذ حياته قبل كده وجه الوقت اللي يرد له فيه الدين. وبياخدهم معاه علشان يدور على براينت. وبيكون براينت وهيكتور راكبين العربيه وبيطلب منه ان هو يحكي له هو عمل ايه بالظبط علشان الناس دي بتدور عليه كده. فبيحكي له انه دخل السجن متنكر وقدر انه يوقع حلقه مخدرات واسلحه غير قانونيه وتهريب بشر. وبنرجع تاني لاوسكار واللي بيلاقي نفسه في وسط الصحراء، ولما بيسأل الضابط احنا رايحين فين فبيقول له احنا رايحين موقع سري. وعلى طول اوسكار شك في الضابط ده وكلم اخوه وبعت له الموقع بتاعه في رساله لبراينت. وبراينت بياخد منه التليفون وقال له انهم اعداء مش اصدقاء وان المفروض يهرب منه. فبيقول له انه موجود معاه هنا في العربيه. وهنا الضابط بياخد باله انه بيكلم حد، فبياخد منه التليفون وبيرميه من الشباك. وبراينت بيقول لهيكتور ان هم اخدوا اوسكار كرهينه علشان يعذبوه ويعرفوا منه مكان براينت، وانه عارف المنطقه اللي هم واخدينه فيها، لكنه محتاج عدد كبير جدا من الرجاله علشان يقدروا يدخلوه. وبنرجع لاوسكار اللي بيعمل نفسه تعبان اول ما بيوصل علشان يحفظ رقم البيت اللي هو فيه. وبندخل البيت وبنشوف المحامي بتاع سوني وهو قاعد مع تاجر مخدرات كبير اسمه دون، وقال له انه جاي له من طرف سوني ومحتاج منه مساعده زي ما سوني ساعده قبل كده. فبيقول له انه ما حدش ليه عليا جمايل وحوار براينت ما يخصنيش. فبيقول له انه معاه اوسكار وده اللي هيقدروا انه يجيبوا بيه براينت. وبعدها بتيجي مكالمه لدون ان رجالته اللي كانوا خاطفين هيكتور كلهم ماتوا. فبيتعصب قوي وبيبقى عايز يقتل المحامي بس بيهدي نفسه، وبيطلب من اوسكار يكلم اخوه. فاوسكار بيقول له انه مش حافظ الرقم وان الموبايل بتاعه الظابط رماه من الشباك. فبيقول له بس كده انا هجيب لك الرقم. وبنرجع لبراينت اللي بيكون جمع رجاله هيكتور كلهم وعمل لهم خطه جامده جدا علشان يقدروا يهجموا على المنطقه اللي فيها اوسكار. وبعدها بنرجع لاوسكار واللي بيكون جابوا له رقم تليفون هيكتور. فبيبعت رقم البيت في رساله وبيقول لهم ان دي شفره بيني وبين اخويا علشان يعرف انه انا ويرد عليا. وبتوصل الرساله وبيقدروا يحددوا مكان اوسكار بالظبط،
وبيبعتوا اوسكار الاوضه عند ماريا. وفي الوقت ده بيتحرك هيكتور ورجالته وبيسمع واحد من رجاله دون صوت غريب جدا جاي من بره، وبيطلع عشان يشوف الصوت جاي منين وبيلاقي ان هم رجاله هيكتور، واللي بيبداوا يضربوا النار وبيموتوا عدد كبير جدا من رجاله دون. ودون والمحامي بيحاولوا يهربوا من باب الخلفي، والمحامي بيكون عايز يموت اوسكار وماريا، ولكن دون بيرفض وبيقول ان دول هم اللي هيخرجوهم من هنا، ولو في حد لازم يموت فهو هيكون انت. وعلى طول بيضربوا بالنار وبيموت في وقتها. وفي الوقت ده بيوصل هيكتور وبراينت وبينزلوا ضرب في رجاله دون، وبراينت بيطلب منه انه يحمي ظهره ونزل قتل فيهم واحد ورا التاني. واما الضابط فدخل البيت وكان لسه هيضرب النار، فبيلاقي دون ورجالته فبيسالهم عن مكان اوسكار، وبعد كده بيدخل لهم وبيبداوا الاشتباك بينهم ويفضلوا يضربوا النار على بعض لحد ما الذخيره بتاعه الضابط بتخلق موجود فيه اوسكار وماريا. وفجاه اوسكار قام وضرب الحارس وافقدوا الوعي، وبيدخل الضابط في نفس اللحظه دي وبتبدا معركه بينهم وبتكون قويه جدا، ومحدش فيهم بيقدر على التاني، ولكن ماريا بتقوم بالواجب وبتضرب الضابط بالنار في رجله، فبيقع وبيدخل براين، والضابط بيقول له اقتلني وخلص عليا، فبيقول له لا انا هسيبك تتصفى في دمك لحد ما المباحث الفيدراليه تقبض عليك. وبيخرج براينت مع اوسكار وماريا، وبيكون دون واقف مستنيهم، وبيفضلوا يضربوا على بعض النار لحد ما الرصاص اللي في مسدس براينت بيخلص، وبتيجي فرصه دون انه يخلص عليه، ولكن هيكتور بيدخل وبيضرب دون بالنار في دماغه وبيموته. وبعدها بتوصل المباحث الفيدراليه وبتملي المكان، وبتيجي خطيبه براينت وبتحضنه، وبراينت بيكون في قمه سعادته. واخيرا بيروح براينت يزور سوني في السجن علشان يقتله ويخلص منه للابد. وبكده يكون فيلمنا خلص، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل الملخصات الجديده، ولو عندك فيلم عاوزنا نلخصه اكتبه تحت في التعليقات. سلام.